انا دلوقتي انا وميمي بنمنتج فيديو غردقه، لقينا مصر كلها الفيسبوك كله بيتكلم عن قرش الغردقه، وحاطين في فيديوهات اقسم بالله في نفس الحته اللي احنا كنا بنقوم فيها. احنا كتب لنا عمر احنا جديد. لو حد ركب الفيديو بتاعنا واحنا بننط كنا ننط في بق القرش من كتر ما حظنا منحوس. يوم ما عملنا دعايه عملنا للمكان اللي جه فيه القرش. يا جدعان احنا رحنا في فندق بس مش هينفع نقول اسمه. الفندق ده عباره عن مارينا، وفي اخر المارينا فيه زحلقتين كلنا والراجل ده هننزل في بق القرش كده على طول. بنتزحلق عليهم. اقسم بالله القرش وصل للزحلقتين دول. يعني لو كان جه من اسبوع كنا بقى احنا الطعم، كنا احنا بقينا قل لن الطعم. يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انت لو رحت تعمل دعايه لواحد حلاق ربنا هيرزقه بناس من غير روس. اهو يا اهو. ده تايجر مش ماجو ده. تايجر ده تايجر طالع ده. اهو، طالع فوق اهو. شارك كبير خالص. على الزحلقه وفرحانين قوي. يعني بص دي الزحلقه اللي باينه في اول الفيديو. بص يعني هنا بالظبط كده، بالظبط كان بيعوم القرش بالظبط. يا نهار ابيض يا جدعان، يعني الحوار ده كان حصل بس من اسبوعين، كان زماننا دلوقتي بنتقرعش. يا لهوي. بس الحمد لله يا جدعان الصيادين على فكرة اصطادوا القرش اهو، والدنيا تمام. يعني الناس اللي هتسأل بقى طب نسافر ما نسافرش، طب نروح ما نجيش، لا عادي الحمد لله الدنيا بقت تمام. واعتقد هيبقى في بقى اهتمام جدا دلوقتي بدوريات تعدي ويبقى في سياج امني يتحط في قدام الفندق يمنع الحاجات دي انها تخش اصلا الحاجات الكبيره. يعني هيبقى في ضبط وربط يعني، فاعتقد امان يعني محدش خاف. اما الناس بقى اللي برضه هتبقى قلقانه وخايفه وغردقه لا وبتاع، فانا برشح حته اسمها سوما بي او بسومه. دي بعد الغردقه ب 45 دقيقه تقريبا. دي بعيد عن